ازاي اثق في نفسي؟ انا وصلت لمرحله اكره شكلي بسبب وزني وكلام الناس حواليا، ومش عاوز اقابل الناس. عايز اقول لك انها مش فارقه. لو انت متخيله ان انت لما هتخسي هتعرفي تقابلي الناس وهتعرفي تثقي في نفسك ومش هتسمعي انتقاد، ده كلام فارغ. لانه هتلاقي انتقاد ايا كان شكل جسمك، ايا كان وزنك، ايا كان اي حاجه. اللي متعود على الانتقاد بينتقد بغض النظر عن اي حاجه، بغض النظر عن ساعات بيبقى نيته سليمه وساعات بيبقى نيته فيها غل. ايا كان، مش دي قصتنا عشان نقعد نربي الناس عشان نعرف نعيش. ولو فضلنا مستنيين الناس تتربى عشان تعرفي تعيشي، خليكي مستنيه بقى. انت ونصيبك. فبالتالي الحل مش في كده. الحل في ان انت تاخدي خطوه قبليها، فكره ان انت تبقي مرتاحه مع نفسك. وهنا ان انت تبقي مرتاحه مع نفسك دي خطوه قبل الثقه بالنفس، عشان تقدري ان انت تبقي توصلي لمرحله الثقه. ان انت تبقي مرتاحه مع نفسك معناه ان انت مرتاحه ان ده شكل جسمك، بس دي المشكله الاساسيه. ان انت متخيله لو انت ارتحتي مع جسمك هتبقي هتنتخي زياده وهتاكلي اكتر، في حين ان العكس هو اللي هيحصل. ان انت لما ترتاحي مع جسمك هتبتدي ان انت تحترميه، ولو احترمتيه هتاخدي بالك منه. طول ما انت كرهاه وطول ما انت رافضاه، ايه اللي هيحصل؟ ان انت بتبتدي تتضايقي وبتبقى على راسك بطحه. اي كلمه معديه من بعيد بتقرب على فكره انها بتتكلم على شكل جسمك، انت بتتضايقي وتتوتري وبتخشي بقى في مود كده اهو، مود ان انت مظلومه والنتيجه ان انت بتعملي ايه؟ ان انت عشان مش عارفه تتعاملي مع مشاعرك بتروحي تاكلي عشان تغيري المود ده. فالنتيجه مين المظلوم في القصه دي؟ جسمك. وهي دي النقطه الاهم، انه جسمك ما اتولدتيش وزنك زياده، ولا حته جينات ولا كل كلام فارغ ده. جسمك انت المسؤوله عنه، انت اللي مسؤوله عن تغذيته. ما حدش بيفتح بقه بالعافيه، انت اللي بتغذيه وبتديله شكل الاكل اللي انت بتاكليه اللي بيأثر على شكل جسمك، وانت اللي بتحركي جسمك اذا كان بالرياضه فانت لو ما شلتيش مسؤوليه جسمك عشان نفسك، مش عشان كلام الناس، لان كلام الناس زي ما قلت لك مش فارقه. لو ما شلتيش مسؤولية جسمك ان هو بتاعك، انت اللي متحكمة فيه، اي تغيرات فيه الا حتة الامراض بقى والحاجات دي كلها، بس في جزء من المناعة بتعتمد على الرياضة فانت لو ما اهتمتيش بجسمك علشان صحتك، مش عشان حتى الشكل، علشان صحتك وقدرتك على الحياة، وان هي ما تقللش فرصك في الحياة، ان انت ما خدتيش المسؤولية دي، مفيش حاجة تتغير. حتى لو عملتي عملية مفيش حاجه تتغير، لان عاداتك ما اتغيرتش. شويه وقت ومراحل هتتعذبي بعد العمليه، خلي بالك. وبعد كده ترجعي تاني نفس العادات اللي هتزود من وزنك تاني. ما غلطتيش حاجه، مش هديكي برضه الثقه بالنفس. فالحل فين؟ ترتاحي مع جسمك، تتقبليه. مشاعرك هتبتدي تهدى، مش تحتاجي تاكلي زياده زي ما انت بتاكلي. تشيلي مسؤوليه شكل جسمك، مش عشان الناس، عشان نفسك، علشان صحتك. تبتدي تهتمي بصحتك مش بشكل جسمك، عشان ما تعمليش الحاجات اللي تضر جسمك زياده. وصلت؟